السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الأمة الإسلامية بخير وبركة وسعادة. احترتي تعملي الكحك الناعم الدايب؟ تعالي هنا من خلال مطبخي أنا الشيف سلوى. هعمل لك الكحك الناعم الدايب ذوبان. أولا هنجيب كيلو دقيق وننخله مرتين، لازم تنخليه. هنحط على الكيلو دي بقى إيه؟ معلقتين من ريحة الكحك موجودة عند العطار. وكمان ده محلب هتجيبيه سليم وتطحنيه عندك هنا في البيت. حطيت كمان معلقتين من المحلب بيدي طعم جبار. وكمان حطيت 3 معالق من السمسم بتاعنا ومعلقتين حليب بودر هيخلي معاك الطعم تحفة وجبار. جبنا هنا بقى كوباية حطينا فيها معلقتين من السكر البودر مع معلقتين من الخميرة البودر بتاعتنا مع نص كوباية من الحليب الدافي. وبعد كده رحنا مقلبينهم وسيبناهم يخمروا على جنب. السمنة هنا جبت 650 جرام سمنة، حطيت عليهم ازازة ريحة موز. وكمان حطيت معاها نص معلقة كبيرة اسانس سمنة بلدي. والسمنة تكون بتغلي كده تجربيها ازاي، زي ما حطيت شوية دقيق كده على السمنة وهي بتغلي. هنا ما تقربيش ايديك ولا يكون جنبك اطفال، خلي بالك اعوذ بالله. هنا جبنا بقى كيلو من الملبن، حطينا عليه معلقة من السمنة ومعلقة من السمسم. والعجوة نفس الطريقة، تجيبي العجوه تحط عليها معلقه من السمسم ومعلقتين من السمنه وتقلبيها وتكوري. هنا بقى الخميره خمرت بتاعتنا وفاضل البيكنج باودر لان احنا ما حطيناهوش في الاول لانه ما بيتحطش عشان السمنه كانت سخنه. فهنا دلوقتي العجينه بتاعتنا بردت، حطينا عليها الخميره وهنحط كمان البيكنج باودر وهنقلبها. فاضل بقى العامل السائل بتاعنا اللي احنا هنقلب بيه. ممكن هنا بقى تقلبي بميه، ممكن تحطي حليب براحتك. انا بقى حطيت هنا محتاجين كوبايه سائل غير النص كوبايه دقيق. نص كوبايه حليب اللي احنا قلبنا فيها الخميره، حطيت نص ميه ونص ونص من الحليب. وقلبناها بالشكل ده وسبتها لما خمرت. وبعد كده جينا شكلناها وحطينا الملبن بقى. انا هنا عاملاه بملبن، بس هعمله بملبن وبساده. انت عايزه تعملي بعجوه بقى بعجميه، كله سهل معاكي بالطريقه دي تقدري تعمليه. واللي عايز العجميه يكتب لي تحت في الكومنتات وانا اعمل له العجميه، سهله جدا، اسهل منها ما يمكن على فكره. وممكن تعملي بالمكسرات كمان. الفرن بتاعنا احنا دلوقتي هيسخن، والفرن بتاعنا بيبقى سخن جدا على درجه حراره 200. هندخله بيقعد قد ايه في الفرن؟ بيقعد حوالي 7 دقايق في الفرن. انت لو ما عندكيش البصمه ممكن تعملي كده بالمنقاش، منقاش بقى بتاع مامتك كده وبتاع جدتك كده بتاع زمان بقى، حاجه حلوه يعني. ويفضل عليه. واقول لك على خطوه حلوه كمان، السكر ازاي يثبت على الكعك بتاعك. وانت كوبايه السكر البودر تحط عليها معلقتين من النشا وقلبيهم في بعض وبعدين رشيه على الكعك بتاعك، هيبقى جميل جدا. ملحوظه كمان، عايزه تعيني الكعك يعني في علبه زي كده بعد ما يبرد